بق الفراش مش بيموت في الشقق الفاضية، ده بيعمل رجيم ومستنيكي لما ترجعي له في الجزء التاني. ايوه يا ست الكل، بمجرد ما هترجعي شقتك او تروحي تفتحيها عشان تنظفيها او تعملي اي حاجة، هتلاقي البق اللي كان في سبات عميق بيطلع من مخبأه وابتدى يعلن عليك الحرب. ما هو كان عامل رجيم وده اليوم الفري بتاعه، عايز ياكل دمك ودم اولادك وكل الناس اللي هيبقوا موجودين في الشقة في الوقت ده. دي بيسموها الصدمة من بعد الغياب. عشان كده انا مصطفى حماد بقولك الشقة الفاضية اللي فيها بق الفراش لازم تتعالج فورا عن طريق متخصص، وإلا هترجعي بيتك هتلاقي جيش جرار من البق مستنيكي. يا ترى تعرضتي للموقف ده قبل كده، ان انتي كنتي سايبة شقتك لفترة من الفترات وكان فيها بق، ولما رجعتي لقيتي البق موجود ونشط وبيهاجمك؟ قوليلي في الكومنتات، ويا ريت تشاركي الفيديو ده والفيديوهات اللي قبلها علشان نوعي الناس وعلشان الناس تعرف ازاي تحمي نفسها من الحشرات، خاصة بق الفراش.